الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضح كده مني الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله أكبر من الدنيا كمان واكتر لو لو قلت اوصفها انا مش هنصفها واكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ياما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء ده أنا والله بدعي لهم رب السما وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الصورة الذهنية الموجودة الآن عن الدولة الإسلامية هي صورة طالبان. غير صحيح، غير صحيح. كل ما يقوله الإسلام مش الصورة الذهنية بقى الواصلة للناس ان الإسلاميين دول لما يجوا هيهدوا البلد وتبقى أنقاض ولا يعود فيها أي مؤسسات، لا، وإنما فقط كل ما في الأمر أنهم يريدون لهذه المؤسسات ألا يوجد فيها ما يغضب الله، فإذا وجدنا شيئا سيئا فإن السياسة تستبدل. هذه كل ما في الأمر. في أطروحة الآن جديدة بمقاطعة موبينيل لأن صاحبها نصراني. هي الأطروحة لم تطرح لأن صاحبها نصراني، ولكن لأن صاحبها عدواني بلغ به الأمر أنه يسخر من مصر الإسلامية. ومصر الإسلامية مصر الإسلامية مبتدأ وخبر، مش عايزة كلام. بس برضو أنا عايز حضرتك، أنت مع المقاطعة ولا لا؟ الناس تقاطع اللي عنده نمرة موبينيل ولا ما تقاطعش؟ فكمبدأ طبعا. المرأة المصرية كيف سيكون دورها وما هي نظرتكم لها؟ المرأة المصرية احنا ظلمناها ظلم، لأن احنا بقينا بنعبر عن المرأة المصرية بالستات اللي كانوا بيطلعوهم في التلفزيون، الأستاذة فلانة والدكتورة فلانة والسفيرة فلانة، وننسى المرأة المصرية اللي احنا شايفينها مهانة في الشوارع، في الأتوبيسات خارجة من المصالح الحكومية ولا بتركب وسيلة مواصلات. بأي سلطان الثلاثة أربعة اللي بيطلعوا في التلفزيون هم المعبرين عن المرأة، وزوجة ده وده 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 وأمه وأخته مش معبرين عن المرأة وهم بالملايين؟ المرأة المصرية واحدة تزوجت وعندها أطفال، لابد أن أكفل للمشغولة اللي عندها أولاد بترضعهم وبتربيهم وبتكبرهم، أكفل لها كرامة أنها تستطيع أن تتوفر على رعاية أبنائها، والمجتمع يعتبر ده شغل وده شيء محترم. وأكفل للإنسانة اللي فاضية وعندها وقت فراغ ومش عارفة تعمل إيه إنها تجد عمل يناسب أخلاقها ويناسب تدينها. هو ده العدل، هي دي الكرامة. إنما إحنا علشان جيهان السادات ولا سوزان مبارك ولا مشيرة خطاب ولا مش عارف مين اللي كانوا بيطلعوا نكره مليون ولا 10 مليون امرأة مصرية على انه غصب عنها تبقى كده؟ لا، مش ممكن. النساء في المترو بيتسابقوا على سيارة النساء لانها شايفة كرامتها فيها. هما دول تيار اسلامي؟ مش تيار اسلامي، دي واحدة عايزة توصل بيتها وهي كريمة، مش عايزة توصل مهانة. خلي بس خلي بنتي وهي بره ما ترجعش باكية، انما يحدث ان يعود والناس كلها عارفه كده. ده لا تيار اسلامي ولا ايديولوجيه ولا فكر ولا شيء. تعود الفتاه الى البيت باكيه. مين عنده كرامه؟ فين الحاكم اللي عنده كرامه، اللي عارف ان مثلا في اليوم الواحد في 100,000 فتاه ترجع البيت باكيه وهو سايبها كده طول اليوم؟ يعني نقول ان شاء الله انه في عهدكم سيكرم اهل العلم واهل القران. انا اتكلم الان عن بلد يا شيخ وجدي عاشت عشرات السنين مبعدة عن دينها، فعندما تريد أن تردها لابد أن تكون هذا الحنون الرفيق الهادئ المتزن الذي يعرف طاقات الناس. لكن أسأل الله أن يكرمنا بألا نفقد أن نجلس تحت أقدام أهل العلم نتعلم منهم العلم، هذا مواضع الشرف. قضية الأقباط، الفتنة الطائفية في مصر تحل بكلمة واحدة فقط: العدالة الحاسمة فقط. العدالة الواضحة الحاسمة، المحاكمة العلنية. يطلع المجرم مسلم
نبهدله، يطلع المجرم مسيحي نبهدله، لا ده له حصانه ولا ده، وقدام الناس. انه لا يكون مسيحي يخليني افتئت عليه او اضغط عليه او اظلمه، ولا يكون مسيحي دي حصانه. لا دي مش حصانه. اذا ارتكب عدوانا نعم لا مانع من ان يحاسب وحساب دقيق، وفي نفس الوقت لا يكون العدوان عليه مبررا بانه مسيحي. لكن انا قلت بقى ان لو انا في يوم من الايام زي ما واحد مسيحي طلع وقال انا لو الاسلاميين حكموا هاخد طياره واسيب البلد وامشي، فانا قلت وانا بقول سنرسل نحن وراءه يومئذ من يقول له يا اخي بل هذه بلدك تعال وتفاعل فيها. هو درة وكلؤلؤ مرجان، هو زاد أمتنا وخير زمان، هو دمعة هو صرخة ببيان، هو ذلك العلامة الرباني، هو درة وكلؤلؤ مرجان، هو زاد أمتنا وخير زمان، هو دمعة هو صرخة